السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب. بص حبيبة قلبي، أنا بتحداكي، أيوة بتحداكي. لو عملتي وصفة الفرايد تشيكن بالطريقة دي الكل هيقولك تسلم إيدك وهيكونوا مبهورين بيكي جدا. شوفي معايا بقى الطريقة وركزي فيها يا ست الكل. طريقة الفرايد تشيكن سهلة جدا، ليها بس تركات اعمليها ورايا، وبجد هتكون زي بره وأحلى كمان. بجد هتكون احلى من بره، وهقول لك هتكون احلى من بره في ايه. تمام كده. طيب اول حاجه هتجيبي معاكي فرخه، كيلو ونص او كيلو 300 يعني من كيلو ونص. الفرخه هتجيبيها من كيلو ونص لكيلو مثلا و700. طيب جبتها اكبر من كده هقول لك تعملي ايه. انا رحت اشتري الفرخه، قال لي فرخه عند بتاع الفراخ، اللي انا جبته يعني كانت 2 كيلو الا 50 جرام، جبتها وقطعتها 12 قطعة. طبعا غسلتها كويس جدا جدا، يعني غسلة معتبرة، وحشت الجلد بتاع الفراخ. اول خطوة عندي انا حشت الجلد، لو حابة زي تحشيه يكون احسن طبعا، تاكلي الفراخ على طول بدون جلد. طيب بعد ما غسلتها ونضفتها كويس جدا وشلت الجلد، هعمل معاكم محلول النقع. محلول النقع عبارة عن لتر ونص مية، معلقة كبيرة سكر، معلقة ونص ملح، معلقة كبيرة مرقة فورية، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بصل بودر وتوم بودر وبابريكا، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقة صغيرة شطة. تمام كده. وهقطع عليهم بصلاية حلوة كده، تقطعيها صغنن خالص، بتدي طعم فظيع للفراخ، وبتحش اي زفرة، وبتدي للفراخ حرفيا طعم فظيع جدا. وشرايح ليمون، وورق لورا، واربع حبات حبهان. طبعا هتفتحي الحبهان قبل ما تضيفيه في المحلول. وطبعا هتدوقي المحلول دوت اللي هو المحلول الناقع، يعني هتدوقيه قبل ما تضيفي الفراخ ان ملحه مظبوط. تمام كده. وهتضيفي طبعا ايه الفراخ فيه. طبعا الفراخ هتعملي للفراخ تشريحات لحد بالسكينه لحد ما توصل للعظم، تشريحات كتيره، وتنغزي في كل قطعه فراخ علشان ايه تشرب من المحلول، وكمان بتساعد على التسويه لما بتيجي تسويه. طبعا يستحسن ان التتبيله دي تبات قبلها بيوم، يستحسن يعني حرفيا هتستوي معاكي كويس جدا جدا، وطعمها كمان هيختلف جدا. هنركنها بقى قبلها بيوم. تمام كده. وهعمل معاكم سلطه الكولوسلو. هنعمل مع بعض سلطه الكولوسلو، طريقتها سهله جدا وطعمها حرفيا خرافه. طيب عباره عن علبه زبادي كبيره، وهنضيف كوبايه مايونيز 200 جرام، وكوبايه الا ربع لبن، ورشه ملح، ومعلقتين كبار سكر. تمام كده. هتظبطي بردك الصوص بتاع الكول سلو وتدوقي الملح، هتلاقي يعني ايه ملحه بيبقى ايه قليل شويه. تمام كده. وهتكوني مجهزه بقى جزريه واحده بس مبشوره، ونص كرنبايه مش صغيره، كرنب سلطه. تمام كده. بردك هتقطعيه صغير خالص، يبقى الجزريه تبشريها ناعم على المبشره، والسلطه الكرنب هتقطعيها صغنن خالص. طبعا يستحسن بردك قبلها بيوم، كل ما بتقعد السلطه بتبقى طعمها احلى، لما بتقعد اكتر في التلاجة طعمها بيبقى حلو جدا. خلاص كده احنا جينا بقى هنا تاني يوم. تاني يوم هنعمل ايه بقى؟ هنجيب طبق، هضيف فيه كوبايتين كبار دقيق، وهضيف معلقتين كبار نشا، ونفس التوابل اللي حطيتها في ونفس التوابل اللي ضفتها في محلول النقع بتاع الفراخ هضيفها بردك ايه في الدقيق. التوابل بردك عبارة عن ايه؟ مرقة فورية معلقة كبيرة، بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، شطة، بابريكا، ملح، وبهارات فراخ، مع رشة بسيطة بهارات فراخ في الدقيق دوت، رشة بسيطة بهارات فراخ. تمام كده. وهنزل طبعا بالمية، وايه وهقلب المية كويس لما تكون وهقلب المية كويس، احصل على ايه عجينة زي عجينة كده القرنبيط، لما بتيجي تضيف القرنبيط وتقليه نفس قوام القرنبيط، يعني وسط، ولا تقيلة العجينة ولا خفيفة قوي. تمام كده. العجينة بتاعتها وسط، ما تكونش تقيلة ولا خفيفة. هضيف بقى الفراخ، هطلعها من محلول النقع، هضيفها ده معلقتين نشا. انا نسيت اضيفهم في الاول فضفتهم في العجينه. هسيبهم في العجينه من ربع ساعه لنص ساعه، برضك تشرب ايه التوابل اللي في العجينه. تمام كده. يعني هسيبها في العجينه شويه برضك. طيب سيبناها في العجينه، في الخطوه الاخرانيه خالص معانا، وامشي معايا بالخطوات دي حرفيا هتدوقي احلى فراخ كنتاكي بجد حرفيا. زيرو زفاره،
قرمشه فظيعه، طعمها حرفيا زي بره واحلى، لان بتبقى انضف كمان، اللي انت عاملاه في البيت كمان بتبقى انضف، وكمان انت بتبقي جايبه الفراخ بايديكي وضامنه انها فراخ كويسه طبعا، يعني دي مش محتاجه كلام يعني. طيب اخر خطوه معانا نص كيلو دقيق، هنضيف عليه على نص كيلو دقيق كوبايه كبيره مليانه نشا، وهضيف معلقه ونص مرقه. طبعا ما تصغروش للمرقه لان دي اساسها، وبره بيعملوها بالمرقه، لان ده هو ده اللي بيدي الطعم للفراخ اللي هو كويس، ده هو ده اساسه، اساس الوصفه. تمام. طيب معلقه ونص كبيره مرقه فوريه، بصل باودر، توم باودر، شطه، بابريكا، نص معلقه صغيره بهارات فراخ، وطبعا الملح هنظبطه. وهضيف هنا زعفران باودر. ما عندكيش زعفران يبقى تضيفي معلقه صغيره كركم. تمام كده، ده عشان يديني لون حلو للفراخ. يبقى معايا نص كيلو دقيق، كوبايه مليانه نشا، ونفس البهارات هتضيفيها وهتقلبيها وهتركنيها على جنب، عشان دي الخطوه الاخرانيه للفراخ. هنعمل مع بعضينا رز الريزو. هنعمل مع بعض رز الريزو. رز الريزو سهل جدا. تمام كده. في ناس بتعمله برز بلدي، وفي ناس بتعمله برز بسمتي. انا هعمله برز بلدي عادي خالص، وطعمه جميل جدا طبعا. معايا بصلايه كبيره، ضفت معلقه سمنه على معلقه زيت، شوحت البصلايه بس لحد ما دبلت معايا. نزلت بالرز بردك، شوحت الرز شويه، وهنزل بقى على الرز بفلفل اسود، بصل باودر، توم باودر، رشه بسيطه بهارات فراخ، مكعب مرقه او معلقه مرقه فوريه. تمام كده، والملح. وهنزل بقى بالصوصات. اول ما تنزلي بالصوصات على طول تضيفي الميه المغليه، علشان الصوصات ما تتحرقش معاكي في الحله، في قعر الحله يعني. هنضيف بقى معلقتين هنضيف معلقتين كاتشب، ومعلقتين باربيكيو، ومعلقه واحده بس صويا صوص. تمام كده. وهتظبطي الملح، وهتظبطي الدنيا، وهتضيفي طبعا ميه مغليه. هياخد اول غلوه، وتهدي النار خالص شمعه، وتخلي بالك عشان ايه ما يلزقش معاكي. وادي رز الريزو خلص معانا، وطريقته سهله جدا ومفيش اسهل من كده. هندخل بقى على ايه، على الصوص اللي بناكل بيه البطاطس اللي بتيجي مع الفراخ الفرايد تشيكن، او الفراخ نفسها تاكلها بالصوص، بتبقى خرافه بالصوص. تمام كده. الصوص عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين كبار باربيكيو، و3 معالق كاتشب، ومعلقه واحده بس صويا صوص، ومعلقه عسل ابيض. انا ما كانش عندي عسل ابيض، فرشيت رشه بسيطه كده ايه سكر. وهنضيف بردك رشه بسيطه بصل باودر، ورشه بسيطه توم باودر، ورشه بسيطه جدا ملح. وادي الصوص معانا خلص. صوص حرفيا تحفه تحفه. تمام كده يا ست الكل. هنيجي بقى للفراخ. هنطلعها بقى هنا كان شويه دقيق خدتهم من الخلطه الاساسيه، وضفت عليهم شطه، لان في حد عندي بيحبها مشطشطه زياده عن اللزوم يعني. تمام كده. المهم يعني هطلعها بقى من الخلطه بتاعتها. تمام. وهضيفها في طبق كبير كده، يستحسن طبق واسع كده عشان تاخدي حريتك فيه. وطبعا كذا مره بقى يعني هتحطي في الحله مثلا 4 قطع. ما تضيقيش الحله في التسويه. خلي في الزيت مساحه كده، الفراخ ما تلزقش ببعضها وتاخد سوا مظبوط. وطبعا الخطوه دي ما تعملهاش الا وانتي رايحه على طول هتقلي. تمام كده. طبعا الفراخ هتعمليها في الدقيق كويس جدا كذا مره، ضغطه بسيطه جدا، وزي ما انت شايفه الفيديو موضح الصوره، الفيديو موضح الطريقه. تمام كده. الزيت هيكون معايا في الاول سخن. هحط الفراخ على نار عاليه اول 3 دقايق على نار عاليه. بعد ال3 دقايق هدي النار خالص. هتاخد معاكي 10 دقايق، من 9 دقايق ل10 دقايق على نار هاديه جدا. بعد ال9 دقايق او ال10 دقايق هتعلي النار خالص لمده دقيقتين على نار عاليه قبل ما تطلعيها، علشان يطرد اي زيت. تمام كده. النشا والطريقه اللي قايله لك عليها هتطلع الفراخ حرفيا مش شاربه زيت اطلاقا. الفراخ مستويه سوا كامل. طعمها مميز جدا، زي ما بقول لك زي بره واحلى. انا باكلها بره، دي زي بره واحلى كمان، احلى بجد في النظافه. والطعم كمان والله فعلا حرفيا رهيب رهيب رهيب. يلا جبتلك بقى المطعم لحد البيت. جبتلك المطعم لحد البيت يا ست الكل. اعملي الوصفه دي والكل هينبهر بالطريقه، وهيقول لك تسلم ايديكي يا ست الكل، بجد هينبهروا بيكي. طبعا دي مش كميه الفراخ كلها، انا كنت لسه بسوي الفراخ. لايك بقى من ايديكم الحلوه، واشتراك اللي ما اشتركش في القناه. سلام عليكم، سلام عليكم، مع السلامه.